بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. قبل ما نبدأ، دعوة لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم إن شاء الله نصر عزيز مقتدر. اشتراك في القناة، إعجاب للفيديو، رأيك في تعليق عشان مهم جدا، المتابعة عشان في كلام مهم جدا عن منتخب مصر والحاج فيكتوريا أو فيتوريا، مش عارف اسمه إيه. فهنشوف ايه، يعني الكلام هيبقى مهم جدا، فرأيكم مهم في التعليق، ودعمونا حتى دعم معنوي، وشكرا مقدما لكل من سيدعمنا او دعمنا او هيدعمنا. نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتوريا، منتخب مصر اكبر من الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ يعني مش هتاخدني تعزمني تاني عشان طبعا طلع قال كده. مع احترامي لنادي الزمالك، انت بتحط عقوبات على حد، انا ما حطيتش عليه، اركن في الجيركن. بتضرب طبعا، طز في مبادئ اي نادي، على طز في عادات وتقاليد جمهورية مصر العربية، طز في اي حد، طز في اي حاجة، والدنيا حلوة. اهم حاجه انا ما جاليش اوامر. ده الزملكاويه يا راجل اللي معايا في الجهاز الفني او مشرفين على في اتحاد الكوره على المنتخب او ايا كان، مطلعوش قالوا حاجه. الراجل انا كحازم امام، انا ما اتدخلش في شؤون الراجل الفنيه، انا ماليش دعوه. الراجل احنا سايبين الراجل يشتغل، الراجل بيختار بمزاجه، الراجل بيسيب لعيبه الاهلي بمزاجه، الراجل بيعمل كل حاجه بمزاجه، الراجل مزاجه والدنيا حلوه. وانا يعني ملناش كلام على الراجل سايبينه يشتغل في هدوء، في مش عارف ايه. قبل ما اكمل الحوار ده، تعال ناخد القائمه بتاعت منتخب مصر عشان نعرف احنا رايحين فين، عشان ما حدش يتصدم. طبعا احنا بنحب منتخب مصر، اللي انا بقوله ده منتخب مصر يا جدع، بنشجعه، عايزين طبعا يوصل لأبعد مكان في البطولات والكلام ده كله، ولكن عشان ما نتصدمش لازم نتوقع الأسوأ. يعني نصيحة من أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي تحت السلم، بقول لك توقع الأسوأ دائما عشان ما تتصدمش، تقول المنتخب أهو يا عم، المنتخب أهو اللي ما بيعمل. حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد صبحي، احمد الشناوي. الصلاة على النبي كده بادئينها خرام، اللهم صل على النبي. مخرمه يعني، ده انت لو جاب مصفى مش هتبقى كده. مع احترامي لاي حد، كلهم حراس كبار، كلهم اتنين منهم محمد الشناوي واحمد الشناوي، وفي علبة شخة معاهم. يعني الاتنين حراس كبار، ولكن بيمروا بأسوأ. يا جدع ده انت عندك بسام، عندك البلعوطي، يا نهار اسود. هو في يا اخوانا يعني محمد هاني الدفاع، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، علي جبر، محمد عبد المنعم، احمد سامي، رامي ربيعه، محمد حمدي، احمد فتوح. محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد. علي جبر انا ما اعرفش علي جبر، يعني الراجل. محمد عبد المنعم تمام، احمد سامي، ربيعه، محمد حمدي. هو فين كالوشا بتاع ام بي اللي كان بيلاعب نادي الزمالك لوحده؟ طب الراجل ده تألق في مباريات كتيرة، انت ما خدتوش ليه؟ هنتكلم طبعا، هنعلق على كل ده. الوسط، بص بقى الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، ايمان عاشور، احمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن، تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات. الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف. هو مش الراجل ده لو تفتكروا معايا، يعني احنا برضو ايه، يعني آفة حارتنا النسيان. مش الراجل ده قال لك يا جدعان انا بنزل بالاعمار بتاعت منتخب مصر، بنزل بيها عشان انا جاي بمشروع، وعندي بروجكت، وعندي فيجن، وعندي تارجت لازم احققه؟ مش قال الكلام ده كله؟ وكل اللي وراه قالوا الكلام ده كله، والجهاز الفني كله بتاعه قال الكلام ده كله، اتحاد الكوره قال الكلام ده.
ما تشوبير قال الكلام ده، ازاي الكلام ده كله؟ مش كله طالع قال الكلام ده، ولا احنا بيتهيأ لنا، ولا احنا؟ اما تاخد طارق حامد 38، النني 31، محمود حماده 33، مش عارف اسمه ايه، حراسة المرمى كلها طبعا ما شاء الله عليها، يعني خلاص الناس ربنا يديهم الصحة. محمد هاني وعمر، هو يا جدعان مش في واحد اهلاوي؟ انا كزملكاوي انا لازم اقول كلمة الحق. في لعيب اهلاوي اسمه باك شمال، اسمه كريم الدبيس. الراجل لعب مباراة سيراميكا، كان هو الوحيد اللي بيلعب في النادي الاهلي في وجود امام عاشور ومش عايز. لمسته تألق الراجل، لعب كويس، سنه صغير لسه طالع، بيقول يا هادي في الزبادي. ما تاخدوش ليه؟ مش انت حضرتك بتنزل بالاعمار؟ طب ما نبعت بقى نجيب شيكابالا، خد بالك، ونجيب عبد الله السعيد، اساطير بقى، ما هو اساطير، ويعني واعمارهم برضو مش اللي هي. نجيبهم بقى، نرجع ده من الاعتزال ونجيب ده من الزمان. ولا انتوا ايه؟ انا مش فاهم المشروع راح فين. في لاعبين انضموا للمنتخب عشان يا عيني المنتخب واقف عليهم. منتخب مصر واقف على 2 لعيبه مبرشمين. يعني مش بمرشمين بمعنى مثلا اخدوا حبايه او كده، لا، برشمه ليها حاجات تانية، يعني برشمه فكريه، برشمه عقليه كده يعني. بعد تجيبهم فيتوريا، قال لك انا من نادي الزمالك ما خدش قرار نهائي، نادي الزمالك ملوش كلمه، فما قالش حاجه، او ما جاليش اوامر من النادي الاهلي او من اعضاء النادي الاهلي، يعني في الكره، في اتحاد الكره المصري. فاتصرف بدماغي، انا محتاج اللعيبه دي عشان انا كمدير فني لمنتخب مصر، انا يعني فقير فنيا ومفلس ورايح في 60 داهيه، انا ما بمشيش بدماغي وما عنديش فكره اساسا. انا جاي السبوبه دي عايز اكل منها لقمتين عيش واخد بعضي وامشي، ويا ريت يقولوني، واخد الشرط الجزائي واخبوارهم، واخد بعضي وارجع على البرتغال تاني. ده فكر الراجل. فبعد تجيبهم، قال والله بقول لك يعني انا داخل على تصفيات كاس عالم افريقيا والكلام ده كله، والاتنين دول من هدافين المنتخب التاريخيين، وجايبين معايا اهداف وصانعين اهداف، ويعني انا محتاجهم جدا. ده ما لعبوش معاه ماتش من ساعه ما جه. هما لعبوا معاه ماتش، واحمد فتوح او محمد صبحي لعبوا مع فيتوريا مباراه بس واحده. ده من ساعه ما جه بيلعب محمد حمدي، ساعه ما جه بيلعب محمد الشناوي. حد شاف الاتنين دول بيلعبوا معاه؟ هي بس يعني ضرب في نادي الزمالك، ضرب في الاداره، غيظ وفرسه لجماهير نادي الزمالك، يعني حيطه مايله، قرارات بتاعتنا بتطلع بطيئه، مفيش عندنا زملكاوي راجل محترم بيقول كلمه حق يقف، يا راجل انت بتعمل ايه؟ حد في اتحاد الكوره او في الجهاز الفني، ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ ده معمول عليهم عقوبات، ولاعيبه متمرده وهربانين من المعسكر. انت رايح تعمل ايه؟ هو احنا هشك بشك هنا؟ ده منتخب مصر. فالاستنتاجات بتاعت المنتخب طبعا، العدل غاب من حته، لان العدل بيبقى اساس الملك والهيمنه والسيطره. فالعدل لما يغيب خلاص ما بقاش فيه اساس، فانت بتبني على باطل، فالباطل اللي انت بتبني عليه مش هيوديك لمكان بعيد. ممكن تنط نطة، انا خلاص بقى منتخب مصر رجع، وتروح نازل من فريق مثلا سيراليون، مش عارف مين، مع احترامي لكل الفرق دي، بس افريقيا بتتقدم دلوقتي.
فما تتصدموش يا جماعه لما نلاقي نتائج مخزيه ومخزله لمنتخب مصر. هنحزن لان منتخب مصر ده منتخبنا، ولكن اعرفوا ان ده الحق وده العدل، وكل اللي عمله فيتوريا كان باطل وكذب وتدليس. انه قال الاعمار السنيه هيقللها، وكل اللي في القايمه ما شاء الله عليهم كلهم فوق في العلالي، ربنا يديهم الصحه ان شاء الله. وهو ده اللي كان معانا النهارده. عايز اعرف برضو رايكم في تعليق لو حابين، يعني لو فضلتوا لحد هنا الناس الابطال اللي كملوا لحد هنا الاساطير. كان معاكم بورتامنت، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.